أهلا بيكم. بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، كل سنة وانتم طيبين. جبتلكم النهاردة قصص مش هتصدقوا انها حقيقية، قصص أبطالها بقرة وتيس. مش هنذبحهم على العيد، لأ. تعرف ان سرقة بقرة كانت بداية امبراطورية شركة هيونداي؟ قصة بقرة غيرت حياة رجل وخلته مليونير، وغيرت حياة دولة كاملة وهي كوريا الجنوبية. وقصة التيس ويليام، التيس المفضل لملكة بريطانيا، واللي بيعيش دلوقتي حياة الملوك غير أي تيس عادي بيستخبى دلوقتي لا يمسكوه على العيد. قصص سريعة وطريفة جدا. مستعدين؟ يلا بينا. قصة صاحب شركة هيونداي والبقرة. سنة 1940 في كوريا الشمالية كان في شاب اسمه تشونج جو يونج. كان من عيلة فقيرة كل شغلتها الفلاحة. تشونج معجبتوش الحياة في القرية، قرر انه يسرق البقرة الوحيدة لعيلته، مش عشان يبيع لحمها، لكن هيبيعها كلها كده على بعض ويقدر يسافر يدور على شغل. فباع البقرة واشترى بيها تذكرة العبور لمدينة سيول وحقق حلمه. تخيل ان البقرة اللي باعها دي غيرت حياة كل الكوريين، مش حياته هو بس، لانه بعدها انشأ شركة هيونداي اللي هي حاليا تاني اكبر شركة في كوريا الجنوبية بعد شركة سامسونج، ورابع اكبر مصنعي السيارات في العالم. فمن التضحية دي اتولدت شركة هيونداي. تخيل لو العيد كان جه اليوم ده، يمكن البقرة كانت هتبقى الأضحية وما كانتش ظهرت شركة هيونداي دي أساسا. الفكرة ان البقرة هنا كانت أضحية برضو، لكن لإنقاذ مستقبله. هو ضحى بكل شيء من أجل هدف نبيل، وهو تحقيق حلمه انه يدور على شغل. زي أضحية العيد، سيدنا إبراهيم عليه السلام امتثل لأمر ربنا انه يضحي بابنه سيدنا إسماعيل، ففداه ربنا بذبح عظيم. المشكلة بس هنا انه سرق البقرة، والراجل عشان يكفر عن غلطته وإحساسه بالذنب عمل ايه؟ سنة 1998 قرر انه يعتذر لقريته الأصلية عن سرقته للبقرة، واشترى 1001 بقرة وبعتهم للقرية بتاعته، فيما معناه انه بيعتذر لهم. البقرة اللي سرقها و1000 بقرة بمثابة 1000 اعتذار عن غلطته. الراجل ده راجل محترم. بصراحة أنا لو من أصحاب البقرة اللي سرقها دي ما كنتش هقبل أسامحه، إلا لو كان كتب لي نسبة من أرباح الشركة. قصة التيس ويليام. هاخدكم بقى دلوقتي من كوريا لبريطانيا. سنة 2003 مزارع بريطاني أهدى تيس صغير للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بمناسبة عيد الميلاد الملكي، والتيس ده اسمه التيس ويليام. طبعا دي كانت هدية غير متوقعة للملكة. الهدايا الملكية بتبقى فاخرة زي المجوهرات أو الخيول. حتى الصحافة البريطانية لقت الفكرة طريفة. تيس في القصر الملكي، ونشرت انه اغرب هدية للملكة. الملكة كانت معروفة بحبها للحيوانات، خاصة الكلاب والخيول، لكن التيس ويليام أضاف تنوع في مزرعة ويندسور الملكية. التيس ويليام عاش حياة فاخرة في المزرعة الملكية، وبقى ضابط رسمي في الحرس الملكي البريطاني برتبة عقيد، وبيتفقد كل يوم الوحدات العسكرية البريطانية ويلقب بالسير ويليام. وكل الجنود بيصطفوا لإلقاء التحية العسكرية لما بيمر عليهم. وليه كمان حصانة دبلوماسية وجواز سفر دولي، وكمان ليه أملاك في استراليا وكندا. الغريب بقى إن منذ قرون الماعز هي التميمة الرسمية للملكية في ويلز، وليها رقم ورتبة عسكرية، وبتترقى وكمان بتتسحب رتبتها زي الجنود البشر. وقبل كده اتسحبت رتبة الماعز التميمة اللي قبل ويليام لأنها أساءت التصرف في عرض عسكري قدام الملكة إليزابيث الثانية. وبالرغم من كده غالبا الماعز هناك بيتفوقوا على الجنود، وكمان بيحصلوا على راتب، وبيروح الراتب بتاعهم لزيهم العسكري والطعام بتاعهم وإقامتهم. الناس دي في حتة تانية. التيس ده حياته أحلى من حياتنا كلنا. لو ويليام ده كان هنا في مصر في العيد، الملكة ما ضحتش بيه، بالعكس ده أعطته بلا حدود. والقصة دي بتفكرنا إن العيد مش بس عن الأضحية، لكن برضو بالرحمة بالحيوان والعطاء، زي ما عملت الملكة لما احتفظت بويليام كصديق بدل ما تعمله وجبة على العيد. يمكن لو الملكة كانت قررت التضحية بويليام ووزعت لحمه على الغلابة ما كناش هنحكي القصة اللطيفة دي دلوقتي، عشان تفكرنا برضو بأهمية الرحمة. فالقيمة الحقيقية للأضحية مش بس في الذبح، لكن برضو في الرحمة والعطاء. ده حتى في ذبح الأضحية في رحمة وعطاء. الرحمة بالحيوان والإحسان في الذبح.
وبيكون في شروط لذبح الأضحية، زي ان السن يكون حاد وان الحيوان ما يشوفش السكين، وفي حاجات تانية هنقولها في الفيديو الجاي ان شاء الله، وان ازاي الذبح الإسلامي هو الأكثر رحمة بالحيوان والإنسان. والقيمة الحقيقية للأضحية في العطاء غير المشروط، انك بتقدم الأضاحي للفقراء، ان الغني بيعطي الفقير، فيعم الحب والود بين كافة المسلمين وبعض. فالهدف من ذبح الأضحية هو الامتثال لأمر الله عز وجل، ولكن لازم الإحسان في الذبح والرحمة بالحيوان. فالقصتين دول بيعرفونا إن التضحية مش بس بذبح حيوان، لكن ممكن تكون إما ببيع كل شيء لتحقيق حلم أكبر، زي ما عمل تشونج، ما ذبحش البقرة، باعها وكون إمبراطورية كبيرة بعد كده، أو بالعطاء بدون مقابل زي الملكة مع التيس ويليام. وده جوهر عيد الأضحى، الإيمان بأن العطاء هيعود عليك ببركة أكبر. شاركونا في التعليقات، لو خيروك بين حاجتين، سرقة بقرة ولا تتبنى تيس، هتختار إيه؟ ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل غريب ومفيد. ودمتم في أمان الله، مع السلامة.